عجبتهم عيشة الأغنياء. ما هو أنا لو عودتهم على كده خلاص شكرا، فلتوا من إيدي وباظوا. يبقى أنا كده الأم الجحدة اللي مجوعة عيالها. السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا كويسين أصحابي وحبايبي وإخواتي وكل اللي متابعيني على قناتي. خليني أعرفك بنفسي، لو أول مرة تشوفيني أنا سهى ودي قناتي. شرفني جدا جدا إن حضرتك لو مش مشتركة فيها تشتركي فيها، عشان إن شاء الله مش هتطلعي منها إلا وإنتي مستفادة ومغيرة حياتي. خلينا نبدأ موضوعنا على طول بأحلى كلام في الدنيا، وهو الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. موضوعنا النهاردة هو من المواضيع اللي أنا وإنتي بنحبها، يهم كل ست بيت، هو إن إزاي المرتب يكفي آخر الشهر ويفيد منه كمان. لو إنتي شايفة إن المحتوى بتاعي مفيد وبينفعك تسيبي لي لايك وتقولي لي بتتابعيني منين. اول نقطه بس عايزه افكرك بيها وافكر نفسي انا كمان، ان لو حضرتك حد مسرف جدا ولا مليون دخل هينفعك في حياتك ولا حتى يسد معاكي، جالنا المرتب يلا بينا نمسكه في ايدينا، واول حاجه بنقولها اللهم يسر ولا تعسر وبارك يا رب في القليل. اول ما تقبضي المرتب في ايدك عندك كذا حل. من خلال الحلول اللي انا هقولها لك دلوقتي دي في الفيديو هتقدري ان شاء الله باذن الله ان انت تطلعي من الشهر بتاعك وانتي مكفياه كله ان شاء الله، فايض منك كمان. جالك المرتب بتاعك يلا بينا نجري بسرعه نجيب الورقه والقلم. هنمسك الورقه والقلم. اول حاجه في اي بيت بيطلع منها المرتب هي الاساسيات. زي ايه؟ الايجار، الميه، النور، النت، الجمعيه، الاقساط، الحاجات اللي هي الاساسيه دي اللي بتطلع مننا اول يومين في الشهر. بعد ما طلعنا كل الاساسيات يلا بينا نمسك الباقي. واحده هتطلع تقول لي هو انت فاكره يا سهى ان بعد ما بندفع كل دوت بيتفضل لنا اصلا حاجه؟ ده ما بيفيدش حاجه من المرتب. هقول لك يا ست الكل ان لو فاض منه اي حاجه بسيطه هتبقى هي دي الحاجه اللي احنا هنمشي نفسنا عليها الشهر كله. وفي كذا طريقه تقدري تمشي بيها نفسك بالمبلغ اللي انت شايفاه قليل ده، بس انت اتفرجي معايا على الفيديو الاخر عشان تعرفي تعملي ايه بالظبط. اول فكره هقولها لك هي فكره الاربع اسابيع. المبلغ المتبقي من المرتب نقسمه على 4 اسابيع. اتبقى مثلا 4 قروش هنقسمهم على 4 اسابيع. 2000 جنيه، 500 500 500 500. بس عايزه اقول لك برضو ان النظام ده انا شخصيا ما بحبهوش نهائي، لان هيجيلك 1000 خازوق يخليكي تمدي ايدك على ال 500 جنيه بتوع الاسبوع اللي بعده. والله لو انت حتى حاطه خطه ما تخرش الميه للمصروف ده هتمدي ايدك على مصروف الاسبوع اللي بعده. اصبح ان احنا كده رحلنا فلوس اسابيع، اسبوع واسبوع واسبوع، مدينا ايدينا من هنا على ايدينا من هنا على ايدينا من هنا. اصبح ان احنا رحلنا اسابيع، وبدل ما نطلع من الشهر مكفينا والدنيا زي الفل، لا ده احنا هنطلع منه مديونين. تاني فكرة هي ان لو حضرتك من الناس اللي بتدي بيتها الاولوية في كل شيء، مفيش ترفيه، اهم حاجة نكفي البيت. يعني مثلا مفيش ان احنا نجيب هدوم، مفيش اكل من بره، مفيش خروجه الا كل فين وفين، بعرف اتحكم في القرش اللي خارج كويس قوي قوي. اللي هو اهم حاجه يبقى البيت مستور ويبقى حاجته موجوده فيه وما شيلش همه خالص لغايه اخر الشهر. يعني مثلا لما جالك المرتب اول الشهر وطلعتي منه الاساسيات، المبلغ المتبقي ده انزل اجيب منه الفراخ بتاعه الشهر، اجيب منه اللحمه، وامسك اول حاجه الورقه والقلم واعرف المبلغ المتبقي لي ده قد ايه، واقسمه على حسب احتياجاتي واكلي وشربي بتاع الشهر. يعني مثلا الشهر اللي فات جبنا لحمه، الشهر ده انا هجيب مفروم واجيب فراخ. الشهر اللي فات جبنا فراخ، الشهر ده هجيب لحمه واجيب بانيه. النظام ده هيخليكي تتعبي وتفكري اول يومين 3 من الشهر، بس هيريحك جدا جدا طول الشهر، هتكوني مرتاحه البال فيه قوي. وهتقدري كمان بالنظام ده ان انتي توفري لنفسك مبلغ منه اول الشهر. المبلغ ده يكون ليكي انتي. يعني مثلا اتبقى من المرتب 3000 ونص بعد ما دفعنا الاساسيات، اتبقى منه 2000 ونص، هعتبر ان ال 500 اللي فوق الوش دول مجوش اصلا. هتمشي نفسك بالباقي اللي موجود معاكي وكأن مفيش غيره خالص جه في ايدك. وهقولك المبلغ ده تقدري تعملي بيه حاجات قد ايه. النظام اللي انا بقولك عليه دلوقتي ده هيخليكي تضمني ان انت لغاية اخر الشهر مفيش قرش يطلع ولا في شمال
ولا في يمين، يعني مفيش قرش يطلع في مكان غير مكانه. خلينا بقى نرجع لل 500 جنيه اللي قلتلك في الفكرة التانية، اللي انت ممكن تحجزيهم لنفسك قبل ما تجيبي حاجات لبيتك بالفلوس اللي اتبقت معاكي. بايدك ان انت ال 500 جنيه دول تحطيهم في كذا مكان، في المكان اللي يريحك. اولا بايدك ان انت تعمليهم كمصروف شخصي ليكي، اللي هو لو انت شايفه ان الدنيا ماشيه معاكي تمام، مصروفك اللي بيتبقى معاكي بتقدري تجيبي بيه الاكل والشرب وكل حاجه، مفيش اي تأثير من ناحيه العيال بيحصل في الشهر. يعني ايه يا سهى الكلام ده؟ هقولك يا ست الكل، صلى على النبي. عمري ما هقولك ابدا احجزي 500 جنيه لنفسك، دلعي واخرجي واشربي وكلي بيهم بره وبزوطيهم على نفسك، وانتي مثلا شايفه عيلك محتاج حاجه، جوزك مش قادر يجيبها، مش قادر يسدها، شايفه ان مثلا ابنك محتاج قطعه مثلا تيشيرت من فوق، تيشيرت يلبسه مثلا على بنطلون عنده، وبقاله كام شهر محتاجه بيزن عليه ومش عارفين تجيبوه له. هقولك من 500 جنيه دول انزلي هاتيهم له. حضرتك مثلا بتشتكي من ان مثلا ايدك بتوجعك، رجلك بتوجعك من كتر الوقفه، ده انا بقوم من النوم مش قادره ادوس على رجلي، ده انا باجي امسك ايدي حاجه بايدي الاقي ايدي بتترعش وبتقع مني، ما بقدرش ان انا امسكها، الظروف مش سامحه ان احنا نكشف، مش قادره ان انا اجيب علاج من الصيدليه. تقدري بال 500 جنيه دول ان انت تجري تعرفي ايه اللي فيكي، تجري تكشفي بيهم، تروحي تحللي، ان انت تهتمي بنفسك. ما انا مستحيل اقول لك خدي ال 500 جنيه دول وفريهم وشيليهم وهاتي بيهم ذهب واعملي وسوي او اخرجي ونزهي واعملي نفسك وانت بتشتكي من حاجه. لا، صحتك فوق كل شيء. بقالي فتره مثلا ما بجيبش البيض واللبن في البيت، وجوزي مش قادر، يعني يا دوبك الفلوس اللي بيديها لي دي بنمشي نفسنا بيها، وهو برضو ربنا يعلم بحاله مش عارف يمشي نفسه ازاي. هقول لك اجري بسرعه هاتي بيهم حاجه زي كده لعيالك، لو حتى في الاسبوع هاتي كيلو او 2 كيلو وحطيهم في البيت للعيال. ده انا بقالي بتاع شهر ما دخلش بيتي شويه فاكهه، اقول لك اجري هاتي منهم قبل اي شيء، هاتي منهم شويه فاكهه للبيت وليكي وللعيال. ده انا بتجيلي شويه دوخه، باجي اقوم من مكاني بلاقي نفسي الدنيا لفت بيا. هقولك اجري هاتي لحضرتك فيتامين، روحي اكشفي، روحي حللي، شوفي عندك نقص في فيتامين ايه وعوضيه. كل الحاجات دي قبل اي شيء. دي اول حاجه بس حبيت افكرك بيها ان ممكن تحصل من ال 500 جنيه دول اللي ممكن يتوفروا معاك، واكتر من كده بكتير كمان. حضرتك بقى ما عندكيش اي حاجه من الحاجات اللي انا قلتلك عليها دي، الدنيا ماشيه معاكي تمام، دبرتي نفسك بالفلوس اللي متبقيه معاكي وجبتي منها حاجات للشهر، جوزك ربنا مقويه وقادر ان هو يسد كل الاحتياجات دي، اذا كان فاكهه، اذا كان جبن، اذا كان هدوم للعيال. انت بقى محتاجه شويه حاجات كده اللي انت تفرحي نفسك بيها، تنزهي نفسك بيها. معاكي ال 500 جنيه، محتاجه حاجات شخصيه، بقالي كتير مثلا ما جبتليش لبس جديد كده، وشايفه في حاجات عماله بتطلع وبقالي كتير ما جبتليش حاجه، روحي هاتي منهم حاجه الشهر ده. مثلا نفسي اعمل حاجه جديده كده في شعري، روحي اعملي منهم. تقدري ان انت تخرجي منهم برضو مره كده كل اسبوعين، يعني ان انت تفكي عن نفسك، تمشي رجلك. فال 500 جنيه دول تقدري تعتبريهم ان هم مجوش خالص، متبقي من المرتب هامله البيت كله بيه، املى التلاجة، املى الفريزر، رف الخزين، مخليش اي قشايه فضلالي خالص. اجيب اللحمه بتاعتي، اجيب الفراخ، بيكفيني 4 سكر في الشهر اروح اجيبهم، بيكفيني 3 زيت اروح اجيبهم، بيكفيني 4 كيلو رز اروح اجيبهم، اشوف البهارات اللي بتكفيني في الشهر كله هتبقى مثلا في حدود ال 100 جنيه اروح اجيبها. يعني المبلغ المتبقي ده بعيدا عن ال 500 جنيه الم بيه، اكلفت بيه بيتي كله. لو وصلت معايا لغايه هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتسيبي لي كمان اللايك. اقول لك كلمتين مهمين جدا جدا، اوعي ميزانيتك هي اللي تتحكم فيكي، انت اللي تتحكمي في ميزانيتك، انت اللي تمسكي زمام بيتك، انت اللي تبقي عارفه اوله ايه واخره ايه. هعمل لنفسي جدول او خطه وهلتزم بيها وامشي عليها بالحرف. يعني حطيت لنفسي ان انا هصرف في اليوم 50 جنيه، هتبقى هي ال 50 جنيه،
هصرف النهارده 100 جنيه هتبقى هي ال 100 جنيه مش هتبقى 105. مش هقولك ان في ناس بتمشي بيتها دلوقتي بال 20 جنيه، كلنا بيجي علينا ايام بنمشي بيتنا حرفيا بال 20 جنيه. الظروف اللي بنمر بيها دلوقتي خلتنا كلنا زي بعضينا. اللي كان بيمشي بيته بال 100 وال 150 جنيه كل يوم، لا بقى بيسقط يوم عشان يعرف يمشي يوم تاني بال 100 جنيه. كلنا بقينا بنوازن الايام، في اللي بيمشي بيته بال50 جنيه وفي اللي بيمشي بيته بال100 وال150 جنيه. ربنا طبعا يوسع رزقنا كلنا ويحسن ظروفنا. انا اللي بحط الخطه لنفسي. حطيت لنفسي مثلا ان انا همشي نفسي في اليوم ب 75 جنيه ب 80 جنيه، يبقى ما تعداش الميزانيه اللي انا حطاها لنفسي ابدا. قبل ما انزل السوق لو انت ماشيه باليوم لو في ايدك ال 80 جنيه تكوني كاتبه لنفسك. مش هقولك لفي الاول واعرفي الاسعار ايه وبعد كده شوفي انت هتشتري ايه، لا تكوني كاتبه لنفسك في ورقه انا هشتري كذا وهعمل كذا وهعمل كذا. طب ازاي يا سهى لو انا مش عارفه الاسعار بره عامله ازاي؟ هقولك مثلا انت عارفه ان كيلو الرز بره ب 25 جنيه، انا مثلا هيكفيني في اكله النهارده نص كيلو، انا مش عارفه النص كيلو بكام بالظبط، يبقى احط لنفسي ان انا اشتري من 10 جنيه ل 15 جنيه رز. يعني مش لازم لما تروحي للراجل تقولي له اديني نص كيلو رز وتتفاجئي اللي هو مثلا ممكن يعدي المبلغ اللي انت حاطاه. ممكن يكون اخر فلوس معاكي انت نازله ب 80 جنيه، ممكن تكون اخر 15 جنيه معاكي. ممكن تقولي له هات نص كيلو رز مثلا قطع 17 قطع 18 قطع 19. طب انت هتتصرفي ازاي وقتها؟ لا انا اقول للراجل مثلا انا معايا، اشوف انا معايا متبقي معايا كام، اقول له اديني بال 15 رز اديني بال10 رز. ودلوقتي ما بقاش في حد يقول لحد لا او ما فيش بالمبلغ اللي انت بتقول عليه ده. الناس دلوقتي ما بتقول، عارفه ظروف الناس، يعني الناس اللي بتبيع عارفه ظروف اللي بيشتري ايه، فبتدي لكل الناس. يعني ايا كان انت عايزه بأني مبلغ، جبتي ب10 جنيه رز هيأثر مثلا يا سهى، يعني هيخليها كمليه انت بشعريه من عندك. حتى لو هتعمليه رز ابيض خلي اللي محتاج ياكل لسه كمله بالعيش، مفيش اي مشكله. والله يعني انا شخصيا ساعات بعمل كده. يعني ساعات مثلا معايا مبلغ صغير ونازله بيه، وبدل ما احرج نفسي واقول للراجل اديني نص كيلو واديني كيلو الا ربع واديني كيلو واديني معرفش ايه، وما بقاش انا عارفه يعني ما بقاش عارفه اظبط ميزانيتي او اتحكم في المبلغ اللي معايا وانا واقفه، لا اديني ب10 من كذا اديني ب15 من كذا. ايه يعني هيأثر 50 جرام؟ والله مش هيبانوا. أثر معاكي مفيش أي مشكلة في إن إحنا نقدر نكمل مثلا باقي أكلتنا بالعيش. ما هو بيتك ده يا أنت تغلبيه يا هو يغلبك. ساعات كده في أيام بتيجي عليا بكون نازلة مثلا معيش إلا 100 جنيه، اقول انا مش هحط عليكي 5 جنيه، مش هفك 100 جنيه تانية واطلع منها 5 جنيه عشان احطها على ال 100 جنيه دي. هكلفت نفسي بيها، همشي نفسي بيها على الحاجات اللي عندي. يعني مثلا ممكن يحصل ايه معايا، ابقى ماشيه في السوق جبت حاجتي بال100 جنيه يأثر معايا 10 جنيه. عارفه ان عيالي بيحبوا ياكلوا جنب الاكله دي طحينه، عايزه محتاجه ب10 جنيه طحينه او ب5 جنيه طحينه، يعني ممكن والله تقف على ال5 جنيه. مش مهم، مش لازم النهارده، عادي خلاص، يعني الدنيا مش هتقف على ابو 5 جنيه طحينه. عيالي قالوا طب فين يوم كذا، المره الجايه هجيبها لكم المره الجايه، معلش والله ده انا نسيت المره دي وخلاص وعدى اليوم. اهم حاجه في خطتك هي انك تعرفي تتحكمي في ميزانيه بيتك وتلتزمي بيها، هي دي اهم حاجه. يعني ما اكونش مثلا حاطه لنفسي مقدار في اليوم 80 جنيه واروح نازله السوق ممشيه نفسي بال100 جنيه اصرف ال150 جنيه، والمشكله ان الفرق يروح في حاجات ما كانش وقتها او حاجات مش لازماني اصلا، او كان ممكن اليوم يعدي من غير الحاجات دي والبيت ما يتأثرش عادي. حصل وصرفتي في اليوم فوق الفلوس او فوق الميزانية اللي انت حطاها لنفسك، هتتحملي نتيجة غلطك، هتمشي لاخر الشهر بتكحي تراب وهتضايقيها عليكي وعلى ولادك. يبقى ليه؟ يبقى ولا نبسطها كل البسط ولا نضايقها قوي، خير الامور الوسط. كلنا بنغلط، انا عن نفسي ساعات بتحط في المواقف اللي زي كده. مثلا جه عليا ايام كده استهبلت، جبت يومين اكل من بره، بيتزا على معرفش ايه على سوي ايه. العيال نفسهم باجي اعمل اكل البيت اللي هو العادي
يعني مش ببقى عامله مثلا حاجه هقول لك قليله، ببقى عامله العادي بلاقيهم اتبطروا. عجبتهم عيشه الاغنياء. ما هو انا لو عودتهم على كده خلاص شكرا، فلتوا من ايدي وباظوا. ولو جيت عشان اظبط الشهر بتاعي واظبط الميزانيه واعوض الايام اللي انا صرفت فيها واستهبلت دي، واعمل لهم مثلا اكله عدس ولا اكله بصاره ولا الحاجات اللي هي الشعبيه دي، يبقى انا كده الام الجحده اللي مجوعه عيالها. عشان كده بقولك ما تفتحيش عينيهم قوي، يعني لازم نعرف ازاي نمسك زمام البيت. يعني ما يجيش عليكي يوم تلاقي مكان عامل عروض اجري اجيب، الاقي مكان عامل اوكازيون على هدوم اجري اجيب، واقول دي هدوم وحاجات هتنفعني للسنه الجايه. يا ست الكل، السنه الجايه ربنا يحلها. الكلام ده احنا كنا بنعمله زمان الاول، ايام مثلا مامتي، اي يعني من قيمه، لو هقولك من قيمه 5 سنين كده كنت ممكن تعملي الكلام ده، انما دلوقتي ما ينفعش خالص. بصي بس للشهر بتاعك واعرفي ان انت تمشيه ازاي. ما تروحيش تجيبي العروض وتقولي دي هتنفعني في يوم من الايام، ما تروحيش تجيبي هدوم وتقولي دي هتنفعني. حتى لو العروض دي على الاكل والشرب، ما انت هتلاقي نفسك لو عروض معموله على الرز والسمنه والزيت والسكر والكلام ده وجبتي منها، الفلوس دي هتاثر معاكي في حاجه تانية. هتفضلوا طول الشهر تشربوا في زيت ولا تاكلوا في سمنه؟ فارجوكي ما تجننيش. لقيت صاحبتي ولا لقيت اختي بتقولي ان المكان كذا عامل عروض، الحقي خليكي ناصحه، يلا اجري واشتري منه، دي حاجات هتنفعك، ما تبقيش عبيطه. ولا نفسي نسيت الدنيا ونسيت مصروف البيت ونسيت الشهر ونسيت العيال وابو العيال، جريت عشان اجيب الحاجات دي اللي هتنفعني في يوم من الايام اللي هو معرفش امتى. باظت الدنيا خلاص، صرفت 200 300 500 كده، اعتبريهم طاروا في الهوا. هتعملي ايه بقى عشان ترجعي التوازن اللي اختل في بيتك ده تاني؟ هتضطري تتقشفي انت وعيالك. يعني كيس مكرونه يلم الدنيا، كيلو بتنجان اتعملوا جنب شويه بطاطس محمره وبرده لموا الدنيا. مفيش نزول خالص. هتضطري ان انت تقصري من مصروفك الشخصي لو انت حاجزه مصروف شخصي لنفسك عشان تستوري بيهم بيتك، عشان ابو العيال ما يقولكيش وديتي المصروف فين ويمسك في زمارة رقبتك. انت اللي هتتحملي نتيجة غلطك دي بعد انت ما بوظتي الميزانية، عشان تقولي بقى حقي برقبتي ومش هعمل كده تاني. بوظتي الدنيا في اليوم ده، ضيعت فيه 200 جنيه وانا عامله لنفسي ميزانيه 80 جنيه، يبقى 3 ايام عقاب والرابع هتمشي نفسك فيه ب 60 جنيه. نصيحتي ليكي دوسي فرامل، فرملي. يعني مثلا اختي ومرات اخويا والعيله وعيله العيله وبنت خالتي خارجين بيعملوا كده كل فتره قصيره خروجه، كل اسبوع كده مثلا ولا حاجه، وانا ظروفي مش سامحه بس نفسي اخرج معاهم. لا، هنا بقى هتضطري تدوسي فرامل. اصل هي ولا اول خروجه يخرجوها ولا اخر خروجه يقولك يلا نخرج، هتعتذري منهم بكل شياكه وهتقولي لهم مش هينفع المره دي عشان عندي اي ظرف، خليها ان شاء الله المره الجايه. او طالما هما بيخرجوا باستمرار، تعالي انت وقت ما تكون ظروفك سامحه واتصلي بيهم وكلميهم كلهم وخليهم يخرجوا في الوقت اللي يناسبك انت. وانت مثلا تكوني عارفه ان بدايه الشهر الجديد هتكون خلاص الاسبوع الجاي وهيكون معاكي فلوس. طب يا جماعه ايه رايكم ما تاجلوها الاسبوع الجاي، لان انا الاسبوع ده مش هقدر خالص، فخلوها الاسبوع الجاي. ما اجلوهاش عشانك، يبقى خلاص بلاش منها المره دي خالص، وفي جايات كتير جدا جدا. تعالي كده نحسبها مع بعض، مش خروجة يوم واحد وساعتين 3 ننبسط فيهم تكلفنا تمن 3 ولا 4 ايام من اكلنا واكل العيال؟ حرام. هتقولي لي كل اللي اعرفهم بيخرجوا بالخروجتين والثلاثه في الاسبوع وبكون نفسي اكون معاهم. يعني عايزه اقول لك هو كلنا نفسنا نكون معاهم، بس الظروف ما تسمحش، يبقى ما ينفعش. خروجه واحده اسبوع واسبوع حلوه، خروجه في الشهر مره حلوه مش وحشه. انت عارفه مش هقولك بقى انت بتاخدي او بتصرفوا وانتوا قاعدين مكانكم ولا جبتوا شويه حاجات حلوه ملهاش اي 30 لازمه كلفتكم قد ايه. شوفي المواصلات اللي انت هتركبيها، مواصلات بس هتكلفك قد ايه. فصدقيني القرش اللي هيبسطك ساعتين 3 ده هينكد عليكي 3 4 ايام في الشهر. يبقى ليه؟ وممكن اليوم ده يخليكي يحصل خلل في ميزانيه الشهر كلها ويحصل تقصير انت مش عارفه تظبطيه. اللي انا عايزه اقوله لك بس ان كل واحد وليه ظروفه، وعلى قد لحافك مد رجليك. فرجنا خروجه والتانيه الشهر اثر معانا، لقينا نفسنا اتدينا واستلفنا من شمال ويمين عشان نكمل الشهر. عارفه الخروجه اللي انت بصلها دي دلوقتي والله بعد كده ما هتطولي حتى ربعها. الدنيا كمان تضيق عليا انا وعيالي.
يبقى احنا ما نديش فرصة ان الدنيا توسع مننا. اتعودي ان في كل امور حياتك خير الامور الوسط، ولو اقل من الوسط بسنة كمان ما يأثرش ولا يضر. الكلام اللي هقوله لك دلوقتي حالا ده عايزاكي تسمعيه كويس جدا جدا وتركزي فيه لانه كلام مهم قوي. عاوزين نبطل سلف. عارفه ان الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي حالا ده ممكن يبقى صعب جدا جدا على ناس كتير. في ناس دلوقتي حياتهم قايمه بس على السلف، او ما بيعرفوش يكملوا شهرهم الا بالسلف. لازم يستلفوا لاي سبب من الاسباب. انا عارفه انه صعب بس صدقيني لو ما عملتيش كده انسي ان حياتك تتحسن او تتقدم خطوه. محدش فينا دلوقتي حالا معلهوش ديون او كان بيستلف في يوم من الايام. انا بقول لكم الكلام ده عن تجربه شخصيه. حياتي ما مشيتش او اتقدمت غير لما خلصت كل حاجه عليا. عارفين اول حاجه بيعلمها لنا السلف هي ايه؟ هي التبذير. اللي متعود يستلف باستمرار ده ما بيبقاش عارف قيمه القرش ابدا. عادي بقى اصرف واجيب طالما كده كده انا عارف فين طريق السلف، عارف مين اللي هيديني ويسد معايا ويصبر عليا شويه. غلط غلط والف غلط. ده اول الطريق الغلط، اول طريق التأخير. الشهر ده استلفت 1000 جنيه سهلة، الشهر اللي بعد 1500، ما كده كده ال1000 جنيه كانت سهلة. الشهر اللي بعديه استلفت 2000 و3 و4، وكل 5000 جنيه عليا اسد 500 جنيه ولا 1000 جنيه بالتيلة بالزق وارجع استلف تاني، ما عشان الفلوس اللي انا سديتها دي سديتها من المرتب فقصرت معايا، وهكذا. بلاعة ما بتتقفلش. لازم نقفل باب السلف في حياتنا. حياتنا مش هتتقدم خطوة، مش هتعملي اي حاجة جديدة في حياتك الا لو قفلتي الباب ده خالص. ربنا يقدرك باذن الله ان شاء الله ويسد ما عليكي وما علينا يا رب. بلاش ترفيه لفترة معينة طالما احنا بنسد دين. كل واحدة فينا عارفة هي بتصرف في ايه ممكن تستغنى عنه الشهر ده في سبيل انها تسد حاجة من اللي عليها. وهسيبلك كمان لينك تحت الفيديو في صندوق الوصف هيعرفك افضل واحسن الطرق لسد دينك ان شاء الله باذن الله بكل سهوله. ربنا كرمك وسديتي دينك هتلاقي ميزانيتك اتظبطت، الفلوس اللي في ايدك بقى فيها بركه، والله العظيم من عند ربنا، مش شطاره منك، ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. السلف ده عامل زي الدوامه لازم نخرج منها. اول الشهور هتكون صعبه قوي قوي انا عارفه، بس ربنا هيقويكي وهيكرمك ان شاء الله باذن الله على انك تسدي دينك طالما انت ناويه ان انت خلاص تسد دينك وما تستلفيش من حد ابدا. لو انت واحده سنها صغير وبتستلف من صاحبتها، بتستلف من مامتها مثلا مبلغ صغير بتجيب بيه حاجه نفسها فيها وبترجع تسده لها او تمشي بيه مثلا الدنيا معاها، مبلوعه شويه. انما لو حضرتك مع احترامي ليكي واحده كبيره شويه وبتمد ايدها عشان تستلف، يعني دي اللي فيها مذله، ويجي كمان اللي مدينك يطلب منك، يعني انا شايفاها هي حاجه مؤذيه. فيا ريت يا ريت نلحق نفسنا قبل ما نوصل للحاجه دي او للمرحله دي. عايزاكي كده تتخيلي معايا اخدت المرتب كله في ايدي، المرتب اللي في ايدي ده كله للبيت، كله ليا، مش هيخرج منه حاجه لسد دين، مش هيخرج منه حاجه بره ابدا. الله ايه الجمال ده. سداد دينك ده هيكون درس قاسي شويه، هيعلمك انك تكتفي باللي في ايدك مهما كان هو ايه. طريق السلف سهل قوي بس سددانه هو اللي صعب شويه. سددان دينك ده هيكون درس ليكي انك تكتفي باللي معاكي، تمشي على قدك، بلاش فشخره وكمان مجايب ملهاش اي 30 لازمه. هتضغطي على نفسك شويه بس ساعتها هتحسي بقيمه القرش. كل ما يكون معاكي اي مبلغ في ايدك 500 جنيه 1000 جنيه احجزي منهم اي حاجه، 50 جنيه 100 جنيه 200 جنيه ان شاء الله حتى لو 30 جنيه وارميهم في اي حته في البيت، في النيش، في طقم الصيني اللي احنا بنخاف نيجي جنبه ده، في المطبخ، في اي حته، بوك قديم عندك ونسيها خالص خالص كأن الحاجه دي مش موجوده. هتيجي في مره تنوي ان انت تجمعيهم علشان تسدي بيهم او تعملي بيهم حاجه، هتفرحي بيهم جدا جدا لما تلاقيهم مبلغ متوفر معاكي ما تعرفيش هو توفر منين اساسا. والله انا مجرد الاحساس نفسه وانا بقول لك كده انا فرحت لما الاقيني كده متوفر 500 جنيه من مفيش 1000 جنيه. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده يا جماعه. لا ده انا هنوي اعمل كده من النهارده. الرساله دي بقى ليكي يا اللي وصلتي معايا لحد هنا، خليكي عارفه ان ربنا بيحبك فهيبعتلك اللي يرعاكي ويبعد عنك اي اذيه ليكي. اظن ان مفيش احلى من كده كلام نقدر نختم بيه الفيديو. يا رب اكون كنت ضيفه خفيفه عليكي النهارده وقدرت افيدك بمعلومه ولو صغيره قد كده. اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله وانتي في احسن وفي افضل حال يا رب. يلا سلام.